صفقات تقترب من النادي الاهلي ولاعيبه بالاسم مارسيل كولر حطوا عينه عليها وابلغ اداره النادي الاهلي بيها، هنتكلم فيها. ولكن قبل ما نبدا حلقتنا فضلا وليس امرا شرفنا بالاشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديدنا باذن الله. ونبدا حلقتنا بالصلاه على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. صفقات تقترب من النادي الاهلي، صفقات مارسيل كولر اتكلم عليها ولاعيبه بالاسم مارسيل كولر اتكلم عليها وطلب من إدارة النادي الأهلي قبل كأس العالم للأندية التعاقد مع الصفقات دي. أولها وفي مفاجأة يا جماعة في الصفقات، في مفاجأة في الحلقة دي هتكلم فيها. لاعب هيرحل من نادي الزمالك في شهر 1 اللي جاي لنادي محمد علي بن رمضان موجود فيه. لاعب من نادي الزمالك هيرحل والنادي الزمالك ما عندوش مشكلة في رحيل اللاعب. خلينا الاول نبدا حلقتنا بوليد الكارتي، اللاعب المغربي، لاعب نادي بيراميدز. لاعب طبعا مارسيل كولر اشاد باللاعب وكمان اشاد بابراهيم عادل، ولكن اشاد بوليد الكارتي وطلب من اداره النادي الاهلي لو ما تمش التعاقد مع محمد علي بن رمضان يبقى وليد الكارتي ده اللي انا عايزه، يا ده يا ده. وليد الكارتي اخر سنه ليه مع نادي بيراميدز واللاعب رافض التجديد، ومارسيل كولر اشاد باللاعب وطلب من اداره النادي الاهلي التعاقد مع اللاعب، وقال بالنص اللاعب ده هو اللي هيقدر يحل لي محل اللاعب رقم 8، يقدر يلعب معايا في نص الملعب، هو اللاعب بالمواصفات اللي انا عايزها، في اللاعب. فمارسيل كولر اشاد باللاعب. اللاعب رايه ايه؟ اللاعب ابلغ وكيله، وخد الكلام ده، اللاعب ابلغ وكيله ان انا مرحب بوجودي في نادي الاهلي ومش هجدد لبيراميدز. طب بيراميدز بيديله كتير لكن اللاعب عايز ارقام وعايز بطولات. بيراميدز بيديله كتير لكن اللاعب عايز واستمراريه في البطولات وفي الاداء وكاس العالم للانديه وهكذا وهكذا. فوليد الكارتي مرحب بوجوده في نادي الاهلي وابلغ وكيله بالكلام ده وابلغ ناس مقربه ليه بالكلام ده ان هو مرحب بوجوده. كمان لما عرف ان مارسيل كولر اشاد بيه فمرحب بوجوده في النادي الاهلي. مين اللاعب رقم 2؟ مين اللاعب رقم 2 اللي اشاد بيه مارسيل كولر؟ عمر فايد لاعب المقاولين العرب السابق ولاعب فنار بخشة الحالي. النادي الاهلي مهتم بالتعاقد مع اللاعب واللاعب عنده عروض كتيرة، من ضمنهم عرض من المجر وعرض من روسيا. ده مين؟ ده عمر فايد، مساك كويس جدا، مدافع من الطراز الفريد، مدافع يا جماعه بيقدر يعمل الباص كويس جدا وبيعمل الزياده كويس جدا، مدافع بمواصفات محمد عبد المنعم. انا شخصيا اتمناه ومن ساعه ما كان في المقاولين قلت يا جماعه اللاعب ده مهم جدا وجوده في النادي الاهلي. اللاعب عنده طبعا الاهلي مهتم بالتعاقد مع اللاعب ولكن اللاعب عنده عروض طبعا زي ما قلت لك، عرض من المجر تمام ب 2 مليون دولار، والشباب السعودي ايضا مهتم بالتعاقد مع اللاعب، وجوزيه مورينيو رافض التفريط في عمر فايد لكن النادي الاهلي مهتم بالتعاقد معاه. هل عمر فايد لما انتقل من المقاولين انتقل عشان يرجع النادي الاهلي؟ دي حاجه صعبه عشان خاطر الناس تبطل كلام في ايه؟ ده خرج عشان يرجع كوبري. اللاعب اصلا لو النادي الاهلي طلب اي لاعب من المقاولين العرب ما بيرفضش. معانا طاهر قبل كده، كان معانا محمد رزق ثم باسم علي، محمد فاروق، الثلاث لعيبه جم مره واحده. فالنادي الاهلي لو طلب اي لاعب من المقاولون العرب ما بيرفضش. فاللاعب النادي الاهلي مهتم بالتعاقد معاه، وجوزيه مورينيو رافض التفريط في اللاعب، واظن ان جوزيه مش هيفرط في اللاعب. في نفس الوقت النادي الاهلي مهتم بالتعاقد والشباب السعودي مهتم بالتعاقد مع اللاعب. حرفيا سيرش على اليوتيوب هتلاقي مهارات اللاعب او وقفه اللاعب في الملعب او الباص بتاع اللاعب او كواليتي اللاعب، لاعب بمواصفات محمد عبد المنعم واتمناه وجوده في النادي الاهلي. اللاعب اللي الزمالك بيرحب برحيله، لاعب انا شايفه الفتره الاخيره افضل مدافع في الزمالك حاليا،
في الزمالك حاليا وبعد رحيل محمد عبد المنعم من وجهة نظري هو افضل مدافع في مصر حاليا مع محمد اسماعيل والعش لاعبي زد. مين هو اللاعب اللي الزمالك بيرحب برحيله وجاله عرض من نادي مجري؟ النادي ده بيلعب فيه محمد علي بن رمضان، حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد بالنص ده اخر موسم ليه مع نادي الزمالك، ده اخر موسم ليه مع نادي الزمالك، وفي عروض كتيره لحسام عبد المجيد. اولها شالوه البلجيكي، وهو كمان متعاقد مع شركه المانيه بتحاول تسوقه لانديه في اوروبا. حسام عبد المجيد اشتغل على نفسه الفتره اللي فاتت وتعاقد مع شركه تحليل بتحلل له اداؤه وبتحلل له اداء الفرقه اللي هيلعبها او عامه راس الحربه اللي هو يلعب عليه، فدي حاجه تحسب لحسام عبد المجيد. ومن الاخر يا جماعه اللاعب لا بتاع شو ولا بتاع منظره ولا بتاع كلام كتير ولا بتاع حوارات كتير، لاعب ملتزم ومحترم في الملعب. هو ماشي مع شركه المانيه وفي عرض كمان من سيسكا موسكو الروسي لحسام عبد المجيد، في عرض من سيسكا موسكو الروسي، والزمالك ما عندوش مشكله في رحيل حسام عبد المجيد. الزمالك ما عندوش مشكله في رحيله. طب يا جماعه عندكم مشكله في رحيل زيزو ليه؟ دي حاجه ترجع لكم، دي حاجه ترجع لكم، حاجه انتوا عملتوها واديتوا له فرصه ان يقول الكلام ده كله، زائد ان الجماهير اديتوا لها فرصه يقول الكلام ده كله، زائد ان انتوا اديتوا لها فرصه يقول الكلام ده كله براحته بقى. هو انا مش حواري في زيزو، حواري دلوقتي في حسام عبد المجيد. الزمالك مرحب برحيله وفي عرض مجري وعرض من شالوه البلجيكي وعرض من سيسكا موسكو الروسي. هل حسام عبد المجيد هيكون بديل في النادي الاهلي بعد رحيل محمد عبد المنعم والمشكله اللي احنا شايفينها في الدفاع، ولا الزمالك هيعمل حسابه وما يفرطش في حسام عبد المجيد، ولا الزمالك هيفرط في حسام عبد المجيد وهيعمل شرط جزائي؟ الزمالك ما بيعملش شروط جزائيه لان اللاعب بيجيب له فلوس وبيرفض الشرط الجزائي. هل حسام عبد المجيد بعد فتره ممكن نلاقيه في النادي الاهلي؟ محتاج رايي، اتمنى. اللاعب بسم الله ما شاء الله طويل سريع، هيتطور اكتر مع النادي الاهلي. وجماعه لاعب بمواصفات النادي الاهلي من وجهه نظري. حسام عبد المجيد النادي الاهلي محتاجه، وده اخر موسم ليه مع الزمالك، واتمنى وجوده في النادي الاهلي. مفاجاه او خبر للاهلاويه، مش عارف هيفرح يعني، ممكن يفرح بعض الناس او ممكن يزعل بعض الناس، وهو عرض لامام عاشور، عرض سعودي لامام عاشور. طبعا العروض تتوالى على بعض من لاعبي النادي الاهلي، ولكن في عرض سعودي وصل النادي الاهلي لامام عاشور. وطبعا الاهلي رفض تام. ليه الاهلي رفض؟ اولا يا جماعه انا محتاج لعيبه في كاس العالم للانديه، يبقى فرط في لاعب مهم عندي، يبقى فرط في لاعب انا عايز اجيب واحد بديل ليه او يلعب جنبه كرقم 8، يبقى انا بحاول مع وليد الكارتي او محمد علي بن رمضان وفرط في امام عاشور. النادي الاهلي رفض تام، وفي عرض سعودي قوي لامام عاشور، ولكن النادي الاهلي رفض تام. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي، واتمنى التوفيق طبعا لاداره النادي الاهلي بالتعاقد مع الصفقات اللي احنا اتكلمنا فيها دي، واللعيبه اللي هي مرحبه او اللعيبه اللي هي موسمها خلاص قربت تنتهي مع ناديها وهترحل. فاتمنى التوفيق لاداره النادي الاهلي قبل كاس العالم انديه او في شهر 1 اللي جاي، بحيث ان اللاعب يقدر ينسجم مع لاعبي النادي الاهلي ان شاء الله. اتمنى ما اكونش طولت عليكم، اتمنى تكون الحلقه عجبتك، ولو لسه ما اشتركتش في القناه فضلا وليس امرا شرفنا بالاشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديدنا باذن الله. سلام عليكم.